بتبوظ بنكلم الشخص المختص عشان يجي يصلحها. بيجي وجايب العده بتاعته. لنفرض الحنفيه باظت، الجلد عايز تغير، بنكلم السباك بيجي بصندوق العده بتاعته. عربيه باظت، ناخدها عند الميكانيكي عنده العده بتاعته. لو عينا في عندنا بروتوكول معين بنتبعه، يا اما بنشرب شوربه، يا اما بناخد ادويه في البيت، يا اما بنروح الدكتور والدكتور بالادوات بتاعته بيظبطنا. لكن لو الخلل حصل هنا او حصل هنا، لو انت مش مرتاح نفسيا وذهنيا، نعمل ايه؟ ايه العده اللي هنستخدمها؟ تعالوا نشوف. ازيكم يا حلوين؟ انا ديانا، وده ديانا الشو. هتكلم فيه معاكم في مواضيع كتيرة ومختلفة ومتنوعة، بس دايما هيكون الهدف مننا نخلي حياتنا أجمل وأحلى وأفضل لينا واللي حوالينا. هتعلم منكم وتعلموا مني، ورب أكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. النهاردة هنتكلم عن أساليب الصيانة، مش بتاعة السباك أو مش بتاعة الميكانيكي، أساليب صيانة نفسنا ذهنيا ونفسيا. هقول لكم على شوية تيبس وانستراكشنز تتبعوها، ايه نفعت معاكم وايه ما نفعتش هنشوف. من المشاعر السلبيه اللي احيانا بتتملك مننا مشاعر التوتر، الاكتئاب، وان انا مش كفايه. بس في كل واحده من دول في تولز والصيانه احنا ممكن نظبطها شويه على قد ما نقدر. اول حاجه هنتكلم عن التوتر، ودي مشكله انا عانيت منها لفتره طويله ولا زلت، ولكني احسن من الاول. في حاجات جربتها نفعت معايا، في حاجات جربتها ما نفعتش معايا. انا هقول لكم اللي نفع معايا ويا رب تستفيدوا منه. لما التوتر بيبقى عندي عالي جدا، حاول تتنفس. يعني ايه نتنفس؟ طب ما احنا بنتنفس كل يوم. لا، حاول تتنفس زي الحصان. خد نفس، شكلك هيبقى غريب شويه. حاول تعملها في مكان مغلق عشان الناس ما تبصش عليك ان انت مجنون، ولكن هتكون شخص مجنون وهادي نفسيا. So it's okay. نفس، حس براحة. حاجة تانية، انت تقعد تتنطط زي العيال. الانكزايتي دي مشاعر لازم تلاقي لها اوتلت، لازم تلاقي لها مخرج. بتقعد تتنطط، تتهبل، تخبط من غير ما تكسر اي حاجة لو سمحت. برضو حاول تعمل ده في مكان مغلق عشان الناس ما تبصش عليك ان انت شخص مجنون. لو المكان يسمح، لو الوقت يسمح، اقف اتنطط وتهبل واعمل حركات كده عبيطة، اي حاجة تحس شوية القلق ده خرج من جسمك. نمرة 3، لما بتجيني حالات التوتر بيبقى ايه سببها؟ ان انا في مليون حاجة ماشية في دماغي، زي ما يكون في مليون تاب مفتوحة عندك على البراوزر، مليون حاجة مفتوحة في الكمبيوتر بيهنج وانت شغال، وده هليكوبتر افكار 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 شغالة ورا بعضيها. وده برضو بيرفع الانكزايتي وما يخليكش تركز. بتعمل ايه؟ انا جربتها، حاجة في اسمها برين دامب، تقعد تدون على ورقة. الحلو في الحركة دي انها اول حاجة بتبطئ سرعة تفكيرك. طبعا انت لازم تركز عشان تعرف انت بتكتب ايه، عشان تعرف تفهمه. متى ما حطيت قلم على ورقة، ده شوية 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 كده هيهدى، وهتقدر تحط كل في دماغك على ورقة. لما تبص عليه قدامك وهو مكتوب على ورقة، هتقدر ترتبه، هتقدر تعرف ايه اللي انت بتفكر فيه بطريقة مرتبة ومنظمة، وده هيديك احساس بالراحة. دي حركة انا جربتها، ممكن اقعد اكتب 3 4 5 صفحات على طول، بس المهم ده يفضى، نفضيه، نقفل التابز اللي مفتوحه دي كلها. اي حاجه تخطر على بالي مهما كانت على طول من هنا للورق. ده بيديني راحه نفسيه وبيخليني افكر بطريقه سليمه وبطيئه وببقى مركزه اكتر. برضه في حاجه تانية جربتها، ان هي اعمل رياضه يعني لدرجه الارهاق. انا ما بحبش العب رياضه كتير، لكن بحاول اتحرك بطريقه ممتعه بالنسبه لي. نطلع اتمشى، ارقص، اعمل يوجا، دي الحاجات انا بحب اعملها، او رياضه معينه انا بحب استمتع بيها. لكن اروح الجيم والكلام ده لسه ما وصلتش للمرحله دي، على امل. لكن لما تجهد نفسك وتحط ستريس على جسمك، ده هيهدى شويه، هتطلع كل التوتر اللي عندك في الحركه. احيانا بطلع مثلا امشي 2 أو 3 ساعات لدرجه ان رجليا ما بتبقاش حملاني، بروح البيت رجليا بتعمل كده، يعني بجد بجهد نفسي. بس اول ما اوصل لمرحله الاجهاد الجسدي ده بيرتاح، ده مبقاش مجهد، خلاص برتاح، واحيانا كمان بنام.
يعني يا دوبك باخد شاور وعلى طول بنام بسهوله وبنام بسرعه. في تمرين تاني برضو بيقلل التوتر، ان هو ايه، انت ترش وشك ميه ساقعه، او تجيب كده طبق وتحط فيه تلج وميه وتحط تغطس وشك فيه لمده 30 ثانيه، مش كتير، مش عايزينك تقطع نفسك لمده طويله، لكن البروده بتهدي جسمك بسرعه. ولو انت يعني جامد وعايز to push it a little bit further، ممكن تاخد شاور ساقع، ده هيهديك بسرعه، او تعمل كولد بلانجينج، ان انت تغطس جسمك كله في ميه متلجه لو انت عندك الامكانيه انك تعمل كده. دي حركه مفيده جدا، جربوها. فدول حاجات عشان تعمل صيانه لما يكون عندك انكزايتي او توتر او نرفزه او تنشنه او حاجه حاله الزرزره دي. نتكلم بقى عن الاكتئاب، مثلا مكتئب وقرفان ومش عايز تكلم حد ومش عايز تشوف حد بتحصل كتير. طبعا ده يختلف عن clinical depression. انا مش دكتوره، فلو انت عندك اكتئاب او حاسس ان انت مش مظبوط بقالك فتره طويله، لو سمحت روح شوف حد مختص. دي انا بتكلم عليها في الحالات اللي ما بتحصلش كل يوم، اللي هي بين فتره وفتره بتحس نفسك ان انت قرفان وزهقان وملكش نفس لاي حاجه، ولا ليك نفس تكلم حد ولا تقعد مع حد ولا اي حاجه. اللي بيحصل وقتها عايزين نعمل ايه؟ نرفع هرمونات السعاده اللي منها هرمون الدوبامين. انا عامله حلقه كامله عن الدوبامين وازاي نرفعه بطريقه صحيه وسليمه. الدوبامين من هرمونات السعاده اللي فعلا بتدينا موتيفيشن وبتحركنا وبتبقى مخلينا نشوف الحياه بطريقه حلوه قوي. فجرب شوف الحلقه دي، انا هعملها لينك تحت. دي حاجه نرفع الدوبامين. حاجه تانية، في حاجه بعملها اكتشفتها ولقيتها بتبسطني قوي لو انا في مود مش لذيذ ومش لطيف. النوستالجيا اثبتت علميا اللي هي بترفع ثقتنا في نفسنا وبترفع استحقاقنا وبترجعنا صغننين. انك تسمع اغاني قديمه كنت تسمعها، انا بالنسبه لي بسمع اغاني التسعينات، او بتفرج على كرتون كنت بتفرج عليه وانا صغيره. تحس كده ان ايه، النهارده يوم الخميس وانا ما عنديش مدرسه بكره، او ما اتفرج على التلفزيون واتفرج على الكرتون، انا اقعد بقى اتفرج بقى على كابتن ماجد، كابتن رابح، ليدي صاحب الظل الطويل، اي حاجه من دول اللي كنت بتفرج عليهم وانا صغيره. النوستالجيا حلوه قوي قوي ومنعشه، بحب قوي اقعد اتفرج عليها وانا مثلا عماله باكل فشار او باكل ايس كريم او حاجه زي كده. الاكسبيرينس بتبقى ممتعه جدا، جربوها. بتطلعني من حاله القرف والبلا والاكتئاب ده، واتبسط بيها جدا. في حاجه تانية برضو لو جربتوها هتطلعكم من حاله الاكتئاب. اتفرجوا على حاجه مضحكه. لو ما اتفرجش على حاجه زي كده ممكن تفتكر ان صاحبك اتزحلق على السلم، نكته لطيفه. لو ولا حاجه من دول متواجدين، اغصب نفسك انك تضحك. ازاي يعني اغصب نفسي ان اضحك؟ برضو حاول تكون في مكان بعيد عن الناس. في حاجه اسمها يوجا لافتر، انت تغصب نفسك انك تضحك. جسمنا مش بيعرف يفرق بين اننا فعلا في موقف مضحك ولا لا، فاحنا هنعمل عليه تريكايه كده ونخليه يفتكر ان في حاجه مضحكه. هجرب معاكم حاجه كده، شوفوا هتنفع معاكم ولا لا. هنقول ها 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 ها. ما خدش معايا وقت كتير، هو على طول مسكت معايا. فلو انت بدأت تضحك هتلاقي نفسك يعني سحبت معاك شويه. خليني عشان ده بودكاست والواحد لازم يكون شويه مركز، بس هي فعلا اول ما تبدا تضحك، اول ما تغصب نفسك انك تضحك، هيدي شعور جسمك بالسعاده والفرح وهيطلعك من حاله الاكتئاب immediately. جربوها وشوفوا هتنفع معاك ولا لا. ده كان بالنسبه للاكتئاب. لما تحس ان انت مش كفايه وعندك شعور في النقص وثقتك في نفسك نوعا ما مش مظبوطه، زي ما قلت انا عملت ابيزود كامل عن ازاي انت تعلي ثقتك من نفسك وازاي انت تحس انت كفايه. لكن في نوتس انا هضيفها دلوقتي. احد الحاجات دي اللي هي الكوكي جار. نظريه الكوكي جار عباره عن ليست، علبه البسكويت، مش علبه البسكويت اللي نحط فيها عدة الخياطه، لا، علبه البسكويت اللي فيها بسكويت. مثال عليها انت تعمل ليست في حاجات زمان انت عملتها وحسيتك بالفخر والانجاز. انا عندي الليسته دي في حاجات عملتها زمان وحسيتني ان انا فعلا اقدر.
فعلا انا متمكنه، فعلا انا يجي مني. فدي الكوكي جار بتاعتي. في اي وقت حاسه ان أنا مش كفايه، او ان انا خايفه، او انا ما عنديش ثقه في نفسي، بروح للكوكي جار. والكوكي جار طبعا ايه، بزيد عليه من وقت للتاني. وكل ما عملت حاجه تزيد ثقتي في نفسي وتزيد عندي احساسي بالفخر والاعتزاز بقدراتي، بحطها في الكوكي جار عشان ارجع لها تاني في وقت ما انا احس ان انا مش قد كده. فكره الكوكي جار دي بجد بجد طريقه فظيعه وجميله جدا. انا جربتها كذا مره واسعفتني في كذا موقف. حركه تانية ممكن تعملها ان انت لما تقعد تتفرج على حاجات، اتفرج على حاجات ملهمه، اشخاص ملهمين، اشخاص حققوا نجاحات، مش عشان تقارن نفسك بيهم. يعني ما بقولش كمان اقعد على السوشيال ميديا، لان احد الخطوات دي انك تبعد عن السوشيال ميديا. ما تقارنش ما تقارنش الهايلايت ريلز بتاعت حد بالكواليس بتاعتك. المقارنه بتقتل الثقه في النفس، فما تقارنش نفسك في حد. في المذيع الرائع اللي انا بموت فيه، احمد الشقيري. احمد الشقيري بيبين حاجات حوالين العالم وانجازات لاشخاص حققوها وعملوها واشتغلوا عليها، فعلا بتديك الحافز ان عايز انجز، عايز ادي، عايز اكون مفيد ليا والمجتمع بتاعي. فاتفرج على دوكيومنتريز، افلام وثائقيه لاشخاص بداوا من الصفر وبقوا حاجه كبيره. الاشخاص دول ملهمين. او اسمع ميموار، مذكرات على الاوديبل او على اليوتيوب، مليانين الاشخاص اللي بدات من تحت وطلعت لفوق. لو انت تسمع لهم هيحفزوك، هتعرف ان انت الوضع اللي انت فيه مش اسوأ حاجه. ولو هم عرفوا يوصلوا اللي وصلوا له مطرح ما هم بداوا، فتخيل بقى انت معدي عنهم بقد ايه. فاتفرج على حاجات تشجعك واشخاص يلهموك. انا اتكلمت في النقط دي كتير قبل كده، بس هي مجرد تذكير دلوقتي. طبعا الحاجات دي انا نفعتني انا شخصيا، يمكن اللي ينفعني ما ينفعكوش، والعكس صحيح. لان تجربه مش هتخسروا حاجه. التوتر فعلا بيعيق التفكير السليم. الاكتئاب بقى مش مخلي ليك نفس تعمل اي حاجه. تحس ان انت مش كفايه، بيبوظ احساسك وثقتك في نفسك. جربوا عده الصيانه دي. انا بصراحه حطها على الليسته. يعني لما عندي حاجه اسمها جوي ليست، وعندي الكوكي جار، وعندي الليسته بتاعت وين فيل بلو مثلا وانت متضايقه، تروحي يعني مجهزه الانستراكشن بتاعتي لاي وقت من الاوقات. ممكن زي من زمان، ولما بوصل للحاله دي برجع لها، بلاقيها محطها عندي على نوت على التليفون. يا رب الحلقه دي تكون عجبتكم واستفدتوا منها وخدتوا تبس لطيفه لذيذه. ولو عندكم وقت روحوا اتفرجوا على كرتون حلو. لو عجبتكم الحلقه كالعاده اعملوا لايك، سبسكرايب وشير، والتقييم مهم جدا جدا يا جماعه. فلو حاجه عجبتكم سواء على سبوتيفاي او على اليوتيوب، اعملوا تقييم لو سمحتوا. ده بيفيدني وبيدعمني ان انا اطلع لكم حاجات جديده. بحبكم واشوفكم المره الجايه. وان شاء الله يا رب ما تعتزوش عاده الصيانه دي كتير قوي، وتكونوا كده منكم لنفسيكم تمام وحلوين وجميلين ومرتاحين وعندكم سلام داخلي. اشوفكم المره الجايه.